اللهم بارك تبارك الرحمن. شحال عطاوك خويا هنا؟ 74 الاخوان. مثلا بخير هات 60 تبارك الله. 86 هذا الفرادي 86 تبارك الله. لان فيه الصغير وفيه الكبير. الشاش ما كيزيدوش ل 10. كيبان لك انت غدي جمله. انت بزاف هادشي بيني وبينك ما كاين حتى مانع. هذا ب 50,000 الاخوان. هذا الكحل هذا ب 50,000 قال لي. شحال داز الخير؟ 55. شحال هذا؟ 92 تبارك الله. هذا كيقول 92 ديروا هذاك ياك. لا قاصح شويه ما تقولش لي هذا. الا كانت الغنم طايحه هذا تقريبا راه خصك هذا حلاوته 50,000 ياك. الخير مولانا تبارك الله. شحال عطاوك هنا؟ 76 الاخوان. شحال الثمن ديال الخير تبارك الله خويا؟ 48 اللي عاطينه الاخوان جمله. دابا غنقولوا ليه الفرادي شحال ما عطاوكش. شحال عطاوك قلتي لي؟ 56 و600 ريال الاخوان. شحال هذول المعلم هذول؟ هذو اخويا كنقولوا فيهم 54 الواحد. شحال هذا الخير تبارك الله ابويا؟ 52 هاد البديري انا الاخوان اللهم بارك ب 46,000 الاخوان. 46 هاد الجوج هذا. ودوك الصغيورين اللي لهيه 40,000. في السنوات الأخيرة شهدت أسعار أضحية العيد في المغرب ارتفاع خيالي، مما أثار قلق العديد من الأسر المغربية وأثر على قدرتهم على الالتزام بأداء هذه الشعيرة الدينية المهمة عندهم. هذا الغلاء ماشي مجرد ظاهرة اقتصادية عابرة، لا هادشي ماشي غير دايز وصافي، ولكن كيعكس تداخل عوامل متعددة كتأثر على السوق المحلية المغربية، منها الزيادة في تكلفة الأعلاف، تأثيرات التغيرات المناخية، ارتفاع تكاليف النقل والعديد من الأسباب الأخرى. هذا الوضع كيفرض تحديات كبيرة على الأسر المغربية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وكيجعل من الضروري على الدولة النظر في حلول مستدامة لمعالجة هذه القضية والتخفيف من أعباء المواطنين في هذه المناسبة الدينية المهمة عند جميع المسلمين. الحولي داير القرون. شنو الاسباب اللي خلات اضحيه العيد تغلى هذه الاعوام الاخيره، وخصوصا هذا العام اللي وصلت الارقام خياليه وكارثيه؟ وغادي نبداو بالاسباب اللي طيبوا لنا راسنا بها الحكومه، وعاد ديك الساعه ندوزو لاخر سبب واللي هو العامل الاساسي في منظوري الشخصي في هذه المشكله. والسبب الاول هو زياده تكلفه الاعلاف، بحيث كتعتبر تكلفه الاعلاف عامل اساسي في تحديد سعر الاضحيه. في السنوات الاخيره شهدت اسعار الاعلاف ارتفاع كبير نتيجه عوامل متعدده، منها تقلبات اسعار السوق العالميه، ايضا ازمه كورونا والحرب الروسيه الاوكرانيه، والاهم هو الجفاف اللي كيأثر على إنتاج الأعلاف محليا في المغرب، وبالتالي كيخص استيرادها من الخارج وبأثمنة مرتفعة. السبب الثاني هو الجفاف والتغيرات المناخية. تأثير الجفاف والتغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي والرعوي أدى إلى نقص في الأعلاف والمياه، مما كيزيد من تكلفة تربية المواشي. السبب الثالث ارتفاع تكاليف النقل واللوجستيكيات. تكاليف النقل كتمثل جزء كبير من سعر الأضحية. ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف النقل ديال الأعلاف ولا حتى ديال الماشية كتأثر بشكل مباشر على الثمن ديال اللحوم والأضاحي. والسبب الأخير واللي كما قلت لكم هو الأساسي بالنسبة لي وفي نظري، اللي هو تأثير الوسطاء والسماسرة الشناقة، بحيث وجود عدد كبير من الوسطاء بين المنتج أي الكساب والمستهلك النهائي أي المواطن، كيمكن لهذا الشيء أنه يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، بحيث كيسعى كل وسيط إلى تحقيق هامش ربح إضافي كبير، ورا ما تيكونش غير وسيط، راه تيكون وسيط الأول والثاني والثالث. باختصار ارتفاع أسعار أضحية العيد في المغرب كيعكس مجموعة معقدة من العوامل الاقتصادية والمناخية والاجتماعية اللي كتفاعل باش تؤدي إلى ارتفاع التكلفة النهائية اللي كيتحملها شكون في الاخر؟ المستهلك اي المواطن المغربي. دابا شنو هما الحلول باش تنقص عليك مصاريف العيد وتعيد وتشري حولي بثمن مناسب؟ فراه اول حاجه ماشي ضروره تعيد بحولي كبير، سير على قد الميزانيه اللي عندك. ثانيا ماشي ضروره تعيد بحولي سردي، تقدر تلتجأ للحولي ديال البجعد اولا اللي كيسميوها الصفراء واللي كتكون ارخص ثمنا من السردي، وكاين ايضا الحولي الراس الحمراء واللي كيكون ارخص منهم بجوج، ولما لا ايضا الحولي اللي كيجيبوا دابا من اسبانيا الا ما كانش فيه العيب وكيحقق الشروط، لانه الحوالي اللي جاي من اسبانيا ففي الغالب كتلقاهم كيقطعوا لهم الدياله ديالهم،
وبالتالي فهو غير جائز. نرد بالك. حاجه اخرى، الا بغيتي ثمن اضحيه يكون ارخص، هي انه ممكن تعيد بالحوليه، ماشي ضروره حولي ذكر، حوليه اللي هي ارخص ثمنا من الحولي الذكر، واذا ما كانش بالامكان ممكن تعيد بالماعز اللي هو ارخص. الغرض هو تأدي الشعيره ديالك، ماشي تفوح على جارك بحولي كبير. السؤال اللي كيتطرح هنا هو لما لا يتم إلغاء عيد الأضحى في المغرب، خصوصا أنه هذه القضية دارت في المغرب سابقا. الجواب هو رغم هذه الأسباب كلها اللي قلنا، فراه كيبقاو الأثمنة المرتفعة على الأضاحي غير مبررة، لأن الثمن طالع بزاف. وباش نتاخذوا قرار حول إلغاء عيد الأضحى أو لا، خاصنا أولا نعرفوا المغزى من هذه الشعيرة الدينية، واللي هو واضح وباين. المغزى راه ماشي هو تعيق بالحول ديالك على جارك أو عائلتك، ديك اللعيبة ديال شوفوني تا أنا عيدت وخديت حولي. والمغزى أيضا ماشي هو تفرح ولادك او لا ترضيهم باش ما يحسوش بالفرق بينهم وبين صحابهم، شرح ليهم وفسر ليهم شنو هو العيد بعدا. المغزى ماشي هو التفاخر، الا كنتي كتفكر هكا فغيب لما تعيد. المغزى من العيد هو احياء ذكرى سيدنا ابراهيم عليه السلام. المغزى من العيد هو الطاعه والتسليم لله، التضحيه والعطاء بلحومه على الفقراء والمحتاجين، التقرب إلى الله من خلال الصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن، تجديد الروابط الأسرية وصلة الرحم. صلة الرحم. هادو هما الأهداف السامية لهذه الشعيرة، وهذه الشعيرة هي سنة، والدين اللي جا بها هو نفس الدين اللي قال لك إلا استطعتي عيد، وإلا ما عندكش الإمكانية فلا حرج عليك. وبالتالي انت ماشي مجبر انك تاخذ سلف من عند شي حد او كريدي اللي بعض المرات كيكون ربوي اي حرام باش دير شعيره ديالك. هكذا راه كتزيد تساهم في التضخم وغلاء اسعار الحواله، بل بالعكس الا ماشي في مقدورك ما تشريش، وهكذا الطلب على الحولي غادي يقلال، وغادي تساهم انت ديك الساعه في انه الثمن ديال الحولي ينقص في الاعوام القادمه، وهكذا غتولي انت قادر تشريه. الخلاصه شناهي؟ العيد ما خاصوش يتلغى، ولكن اللي ما عندوش الامكانيه ما يكلفش على راسو وما يشريش الحولي لانه معفي منه، وما يتجاش لدوك الحلول ديال السلف او الكريدي. واللي عنده الامكانيه يشري ديك الساعه، غير هو يتاوى على راسو وما ينساش جارو او صديقه او خوه المسلم اللي ما عيدش. حتى لهنا انا كنكون وصلت لنهايه الحلقه ديالي. انت دابا في التعليقات غتقول لي رايك، واش الحولي هذا العام غالي بزاف او لا؟ وايضا جاوبني قول لي واش خاصنا نعيدو او لا خصو يتلغى. يلا كنقول لك كان معاك العميق اخونا، ما تنساش تطرطق ديك البوطونه ديال سبسكرايب باش تشوف الحلقات اللي جايين. ما تنساش ايضا تدخل تشوف الحلقات اللي فاتوا، وتتابعني في مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام وفيسبوك، حيت ما تقدر تقترح علي المواضيع اللي نديرو في الحلقات اللي جايين. تهلا لي في روحك حبيبي العميق. هاي